الله سبحانه وتعالى وضع قانون اسمه قانون الجاذبية، موجود منذ أن خلق آدم إلى أن يشاء الله. كذلك في الرزق الله سبحانه وتعالى وضع قوانين ثابتة لا تتغير في الرزق، فإذا فهمناها سهلت علينا حياتنا والأمور الحمد لله تكون ميسرة. القانون الأول أن الرزق ليس فقط المال، الرزق هو مفهوم أشمل بكثير، يتضمن الصحة، العضلات، الفكر، الأولاد، راحة البال، كلها تدخل في مفهوم الرزق. لذلك الفقير إذا رأى رجل غني لا يحسده على ماله، لأنه ربما المال الذي عند هذا الغني معه أمراض ومعه هموم، وهذا الفقير مرتاح البال فيكون عنده رزق أكبر. لذلك يروي أحد الكتاب المصريين عن أحد الممثلين في الستينات أو في الخمسينات أنه قبل أن يصبح ممثل ويصبح غني كان فقير، وكان يسير فرأى غني فدعا ربه فقال: يا رب 1,000,000 جنيه ولو مع سرطان. وهذا الرجل الممثل فعلا اغتنى وصار مليونير، ولكن ما فائدة الملايين عندما أصيب بالسرطان فلم يستفد من هذه الأموال. القانون الثاني: الرزق مكتوب لك قبل أن تولد. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، لم يقل وفي الأرض، وفي السماء رزقكم وما توعدون. والشيخ الشعراوي له كلام جميل يقول: بما أن رزقك مكتوب بالضبط كم ستحصل في حياتك على أموال وغيره، الخيار لك أن تحصل على هذا الرزق بالحلال أم بالحرام. القانون الثالث للرزق إخواني وأخواتي أن هناك أسرار لزيادته، لزيادة الرزق، وهي 4. السر الأول الشكر، لذلك الله سبحانه وتعالى يقولها واضحة في الآية: قانون كوني لئن شكرتم لأزيدن. السر الثالث من أسرار زيادة الرزق هي صلة الرحم، لذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني الله يطيل من عمره، فليصل رحمه. السر الرابع والأخير وهو مهم جدا وهو إتقان العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذن الإتقان واحد من أسرار زيادة الرزق والتوفيق في الحياة والنجاح.